خسرنا من المغرب 2-0. خسرنا من المغرب تاني. احنا بنخسر من المغرب في كل المراحل العمرية. المنتخب الأول، المنتخب التاني، منتخب تحت 20 سنة، منتخب تحت 7 سنين. هو مفيش منتخب تحت 7 سنين، بس ممكن يعملوا منتخب تحت 7 سنين نلعب المغرب فيه ونخسر برضه. حاجة منتهى العك والقرف الصراحة. هل المغرب بقت عقدة خلاص؟ طب وبعدين مين اللي يجيب الجون؟ بنتايج. ماتش خلص 2-0 بنتايج. الزملكاوي يجيب واحد فيهم. انا تعبت يا جماعه خلاص والله. بص، تقابلهم تحت 20 سنة، تحت 15 سنة، فوق ال 30 سنة، هيكسبك. الكرة المغربية بعيدة كل البعد عنك وعن كل المنتخبات العربية. بكلمك بأمانة، المنتخب المحلي بتاع المغرب في نجم النادي الأهلي أشرف بن شرقي نجم الأهلي، في بنتايج نجم نادي الزمالك. يا جماعة الناس دي بعيدة قوي. ده عندهم 3 منتخبات، ال3 أفضل من بعض. محمد الشيبي اللي احنا بنتغنى بيه هناك فرز ثالث، ده بيقعد دكه في المنتخب الاول. فانت بعيد قوي عن المنتخبات المغربيه وبعيد قوي عن الكره المغربيه. الناس دي طورت من نفسها، الناس دي نقلت نفسها في حته تانية. الناس دي بعد الانجاز اللي عملته في كاس العالم في قطر بقت في حته تانية فعلا قسما بالله. وبدليل انك انت بتشوف يقابلك تحت 20 سنه يكسبك، يقابلك فوق ال 20 سنه يكسبك، فوق ال 30 سنه هيكسبك. اي منتخب من المنتخبات المغربيه هيتفوق عليك وهيتفوق على اي منتخب عربي. لا جديد يذكر. المنتخب المغربي بيفوز على المنتخب المصري 2-0 في مباراة لم تذاع، والحمد لله انها ما اتذاعتش عشان مش ناقصين حرق الدم. مباراة ما اتفرجناش عليها، جولين بيسجلوهم منتخب المغرب للمحليين في مباراة ودية، لكن مباراة ودية بطابع رسمي، مباراة بيلعبها المنتخبات المحلية اللي رايحة تلعب كاس العرب. منتخب مصر بيخسر من المغرب 2-0. الهدف الثاني سجله بنتايج لاعب الزمالك في منتخب مصر وبيكسبونا 2-0. مباراة ما اتذاعتش عشان ما يتحرقش دمنا الحمد لله، لكن منتخب المغرب سبقك بسنين ضوئيه. لازم تعترف ان منتخب المغرب دلوقتي بقى هو رقم 1 افريقيا، لو بمسافه كبيره عن اي منتخب تاني. ما فيش منتخب افريقي ولا عربي قادر على ايقاف منتخب المغرب دلوقتي. لكن المفروض منتخب مصر ما يتحطش مع دول. المفروض منتخب مصر اللي كان ليه الرياده الافريقيه وسابق كل المنتخبات التانيه. انا كنت باخد افريقيا وانا نايم زي السلام عليكم كده. دلوقتي ما فيش الكلام ده. دلوقتي المنتخب المغربي سابقك بسنين، سواء منتخب كبير، سواء منتخب محلي، سواء منتخب تحت ال20 سنه، سواء بقى اللي بيعملوه في كاس العالم، في تصفيات كاس عالم، في تصفيات افريقيا، في افريقيا. وانا بفكرك بعد شهرين اتفرج على منتخب المغرب هيعمل ايه في افريقيا. صعب جدا ايقاف المنتخب المغربي. اشتغلوا بشكل احترافي عالي جدا، خلوا منتخبات المغرب كلها ابجريد، كلها طايره في السماء. خلوا منتخبات المغرب منتخبات اوروبيه دلوقتي، عكس كل المنتخبات العربيه التانيه اللي بتتاخر مش بتتقدم. منتخب مصر شوف كان فين وبقى فين دلوقتي. ايا كان المنتخب الكبير او الاولمبي او تحت ال20 سنه، المنتخبات كلها بتبقى مسمعه في بعض. طالما المنتخب الصغير قوي، بعد كده المنتخب الكبير هيبقى قوي. لازم تشتغل بشكل احترافي زي ما منتخب المغرب عمل، لان الوضع كده ما ينفعش خالص. ان الوضع كده مش هيرضينا ان منتخب مصر يتراجع ومنتخب المغرب يفرق بشكل كبير جدا كده في افريقيا. مباراه وديه وخلصت 2-0 وخلاص. هنقفل الصفحه بتاعتها ونركز في اللي جاي. داخلين على افريقيا، داخلين على كاس العرب، وهنا معاك المغرب وهنا معاك المغرب. فربنا يسترها اما نشوف هنعمل معاهم ايه. المغرب بتكسب البحرين 1-0 في اخر 3 دقائق في المباراه، توصل للانتصار المتتالي رقم 15، منهم 11 مباراه كلين شيت، بتعادل سلسله انتصارات متتاليه حققتها اسبانيا بيفصلها فوز واحد بس. ثاني يبقى المنتخب صاحب اطول سلسله انتصارات متتاليه في تاريخ كره القدم. هدف وملخص المباراه وبث مباشر لكل المباريات هتقدر تشوفه من اللينك اللي في البايو. في نفس الوقت منتخب النمسا بيحقق فوز 10-0 على سان مارينو، ده اكبر فوز في تاريخ النمسا في تصفيات كاس العالم. لكن الشيء الاغرب في المباراه دي ان ال10 لعيبه اللي بداوا المباراه كلهم ساهموا من الاهداف، اما اسيست او هدف. رياض محرز لما اتسال عن مشاركته في كاس العالم 2030 لهم انا مش كريستيانو رونالدو عشان استمر كل ده. كاس العالم 2026 هو اخر كاس عالم هلعبه مع منتخب الجزائر. اما انجلترا اللي كانت بتلعب ماتش ودي ضد ويلز اللي خلص 3-0 كان منهم هدف عالمي لساكا، هدف ماركة ساكا، فعلا هدف حلو قوي. في التصفيات المؤهله لكاس اسيا فمنتخباتنا العربيه مولعه الدنيا، لان منتخب لبنان بيتصدر مجموعته بعد فوزه النهارده، يجي وراه على طول منتخبنا اليمني اللي برضه كسب النهارده، ومنتخبنا السوري اللي كسب ميانمار 5-1 يتصدر مجموعته بافضليه ساحقه. في نفس الوقت بيطلع خبر ان كاس
كاس العالم 2034 ان شاء الله نعيشنا وكان لينا عمر يعني مش هيلعب في ديسمبر لانه هيتوازى مع شهر رمضان الكريم، وفي اتجاه كبير جدا انه يلعب في الشتاء في شهر واحد عشان يتلاشوا مواعيد رمضان، كمان يبعدوا عن الحراره الكبيره جدا. حديث عن كاس العالم، فلاول مره في تاريخ المونديال تاهل منتخبات شمال افريقيا بالكامل. 3 منتخبات من المغرب العربي هما تونس والجزائر والمغرب، ياتي معهم منتخب الفراعنه منتخب مصر، طبعا الاردن اللي سبقت الكل في التاهل. هتبقى مشاركه استثنائيه ل5 منتخبات عربيه لاول مره في التاريخ. اما محليا بقى بيستقروا على ان بطوله السوبر المصري هتتلعب في الامارات ان شاء الله. اللي قدامك دي مواعيد مباريات السوبر المصري اللي هيشارك فيها الزمالك والاهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. بمعنى مثال في غايه الغرابه، انا يعني ما صدقتش لما قريته. في نادي في المغرب اسمه الجيش الملكي. النادي ده هو اسمه الرسمي هو الجمعيه الرياضيه للقوات المسلحه الملكيه. يعني المفروض نادي جماهيره واعضائه ومجلس ادارته ولائهم المطلق للحكومه. ده احنا تبع وزاره الدفاع حضرتك، يعني ما فيش اكتر من كده. تكتشف انه احد مجموعاتهم اسمها ايه؟ بلاك ارمي. حلو. بتقعد فين بقى في المدرج بتاعهم؟ في منطقه سموها كورفا تشي. يعني ايه كورفا تشي؟ نسبه الى تشي جيفارا المناضل من اجل الفقراء. طب بيغنوا ايه؟ بيغنوا اغاني، واحده منهم اغنيه شهيره جدا اسمها لايام القهر والظلام، وبيقولوا فيها انه دوله زيروقراطيه نسبه الى انعدام الديمقراطيه وانعدام الخدمات. ده ارمي او جمهور مين؟ نادي الجيش الملكي المغربي. مع كامل الاحترام، احنا الانديه الموازيه لنادي الجيش الملكي ولنقل نادي طلائع الجيش، اولا لا له جمهور، له مجندين بيجيبوهم غلابه بيلبسوهم لبس العمال ويحطوهم في المدرجات، وتسقيفه ما بيسقفوش الا باذن الضابط اللي واقف. فانت بتتكلم في المغرب للامانه ان عندهم جنب الوعي ده مساحه من الحريه للامانه جميله جدا، عندهم مساحه من الحركه والتعبير عن نفسهم، وعندهم اثر مجتمعي حصل بسبب وجود الالتراس لسنوات. ممكن ده الجيش الملكي ده انا جبت لك مثال متطرف للغايه، لكن انت بقى روح بقى عند طنجه تلاقيهم بيغنوا هادي بلاد الحكره، هتروح عند الوينرز بتوع الوداد هتلاقيهم بيغنوا صوت الشعب المقموع، هتروح عند الرجاء هتلاقيهم بيغنوا في بلادي ظلموني، وطبعا بخلاف انه كلهم بلا استثناء بيغنوا دايما لفلسطين وبيهتفوا لها. فانت بتتكلم انه ده قدر ان هو يخلق وعي عندهم انه احنا بنحب الكوره بنحب انديتنا، لكن انا في حاجات اهم وفي حاجات انا فعلا مستعد اضحي بحياتي عشانها. بالتاكيد كره القدم مش منها. فده الصراحه بالنسبه لي مسار اعجاب ضخم جدا، يعني تقدر تقول بغبطهم ان تجربه الالتراس عندهم اكتملت لما وصلت لمرحله النضج ده، في حين ان احنا تجربتنا على طول في 2013 2014 كان تم وقتها تماما.